معاكم سلمى، أخصائية تغذية علاجية. تعالوا نعمل برنامج صحي. أنا مش هقول عليه دايت، عشان دايت كلمة كده بتخض. نيجي ونعمل نظام غذائي صحي لحياتنا، وإزاي نقدر نعيش بالنظام ده. وكلنا مش قادرين ناخد القرار، أو نبدأ ونبطل ونكمل في العادات السيئة اللي احنا بنعملها. ولازم يكون عندنا يقين بالتغيير. مثلا احنا بناكل يوميا رز، فليه ما ناخدهوش بالتدريج؟ نقلل كمية الرز اللي احنا بناكله، مثلا نخلي الطبق الكبير ده نص طبق، وهكذا لغاية لما يبقى بحجم علبة الزبادي، ويبقى دي عاداتنا الصحية. وندخل الخضار والفاكهة والحاجات السيئة، المقليات والحاجات دي نستبدلها بالاير فراير او بالفرن. ونمنع المقليات نهائي، لان الزيت لما بتسخن بيوصل للهدرجة، وده غلط للشرايين والقلب. ون ون ونبطل نشرب مشروبات غازية والحلويات، ونستبدلها بشرب مية، ونستعين في تدريب يعني على حياتنا تكون أفضل. ونستغل حماسنا في تحقيق هدفنا بشكل تدريجي. مثلا في بداية مشوارنا نستعين بأربع أشخاص: طبيب مختص لو عندنا أمراض لا سمح الله، أو تاني واحد أخصائي التغذية اللي يكون معانا ويكتب لنا الجدول بتاعنا ويمشي معانا كل المراحل. وتالت حاجة الأخصائي النفسي. وآخر حاجة هو المدرب الرياضي، لو هنروح الجيم ولا حاجة وعايزين يبقى صحتنا أفضل، بيكون معانا خطوة بخطوة، وهو بيقول لنا نعمل ايه والحاجات اللي احنا عايزين ننزلها في وزننا، وبيكون معانا فعلا خطوة بخطوة. ودي تبقى حياتنا إن شاء الله بشكل أصح.